اكبر خساره في الشغل مش صفقه راحت. اكبر خساره بجد هتتعرض لها هي معلومه اتخبت، معلومه حد خباها عنك، استخبت منك يا ريس. النهارده خليني افضفض معاكم كده في حاجه بسيطه خالص، في الاستيراد والتصدير، وانك بتخبي المعلومه وما اعرفش ده ممكن يفيد حد بايه. يعني انا اشتغلت سنين في الاستيراد والتصدير، ولحد دلوقتي مستغرب من عقليه احتكار المعلومه. اللي هو عنده معلومه ما بيرضاش يشاركها لحد، يجي يقول لك يا باشا لا ويخبي. وعارف انت الشغل بتاع السهن ده؟ يعني واحد مثلا يعرف موقع يقدر يفتح بيه اسواق جديده، مثلا جاب عميل من منصه او من معرض، او واحد اتعلم طريقه تواصل مثلا جابت نتيجه مع المستورد، فتبص تلاقيه ساكت كده وما بيتكلمش، ولا كأن المعلومه دي طلعت يعني سر حربي. ولو طلعت الرزق بتاعه هيطير. يا عم والله العظيم الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما تبقاش العقليه ديت يعني الكلام ده انتهى. وانا مؤمن بحاجه بسيطه جدا يعني، واعتقد كلنا مؤمنين بيها، ولكن اللي مؤمن بيها على الورق كتير. رزقي ورزقك مش مربوطين بمعلومه، الرزق بتاع الله سبحانه وتعالى، والسعي بس اللي موجود علينا. مجالي غير مجالك، ومنتجي غير منتجك، وحتى لو في تشابه ما بينهم وبين بعض، فالتشابه ده في فروقات كتيره ممكن تلاقيها بالرغم ان هم متشابهين. يعني ماشي العربيات واحده 4 عجلات، ولكن في اختلافات ما بين كل عربيه والتانيه. فتبص تلاقي مثلا الفرق ما بيني وما بينك ممكن ما يكونش منتج، احنا الاثنين شغالين نفس المنتج، بس في اختلاف في الثقه اللي انت بنيتها مع العميل، في المتابعه، في الالتزام، حاجات مالهاش دعوه خالص بالمنتج بقى. الحاجات دي انت اللي تقدر تنميها وتكبرها وهكذا يعني. فلما تيجي حضرتك النهارده في نشر المعلومه، ده مش ضعف منك والله العظيم ابدا، بالعكس ده قوه ومنتهى القوه، وقوه بترفع السوق كله. تخيل احنا كلنا بنحاول ان احنا نشارك بعض المعلومه ونكبر من نفسنا، فهتبص تلاقي السوق ده سوق صحي، كل الناس اللي شغاله فيه في منافسه شديده، مش شخص واحد هو المسيطر عليه ويبقى فيه منابلي بقى اللي هو الجزء الاحتكار. يعني لو كل واحد قال جاب اول عميل منين مثلا، اي منصه فرقت معاه، اي غلطه دفع ثمنها، اللي هو الاكسبيرينس السابقه، الهيستوري اللي وصله للي هو موجود فيه، والله هيوفر سنين ضوئيه على الشباب. انا بقابل شباب صغير بيبقى يعني عايز يبدا دنيته وشغله، بيبقى محتار يعني مش عارف يجيب المعلومه منين. تخيل انت ممكن تختصر عليه تعب سنين، يشكرك عليه مدى حياته بعد كده. يمكن المعلومه اللي عندك دي تكون بدايه طريق لحد غيرك يا اخي. يعني انا والله بكون مستغرب. انا كان ليا الدكتور الله يديه الصحه والعافيه كان دايما يقول لك زكاه العلم نشره. لما حضرتك يبقى عندك شويه علم انشره، ده الزكاه بتاعته اللي هو لازم تدفعها زيها زي المال. الخير عمره ما هيقل والله لما بيتقسم، ده طبيعي. فلما يكون في خير موجود عند حضرتك حاول انت تقسمه عادي. ربنا سبحانه وتعالى اداك الحته ديت عشان خاطر تعمل كده. اصل يعني كان دايما مثلا بعض العلماء او الاطباء او منهم دكتور مجدي يعقوب كان يقول لك لما اجي مثلا اموت عايز اقابل الله سبحانه وتعالى وانا خلصت العلم اللي موجود عندي واديته ونقلته كله على بعضه، فمش هتيجي عليك انت يعني عشان عرفت تاجر ولا عرفت مستورد وتخبي عليه وخلاص يعني. والله الموضوع ابسط من كده يا صديقي. فقدر الامكان افتكر ان زكاة العلم نشره. فحضرتك ما فيهاش حاجه والله لما يجي لك حد ويوصلك بحاجه وتبدا ان انت تقول له والله انا عملت 1 2 3، يجي لك شاب مثلا صغير خد بايديه وعرفه الدنيا ماشيه ازاي. يلا كانت شويه فضفضه كده، وارجو ان الناس اللي عندها معلومه ما تحتكرهاش او ما تتكلمش خالص او ما تعملش ان انت مش عارف، عشان والله الناس كلها بتبقى واخده بالها وعارفه يعني.